اعبدني اعبدني واخليك تعيش. انا اللي في ايدي دلوقتي احييك او اموتك. انا معايا ربنا، مفيش مؤمن بيخاف. احنا كمان قريبين منك ومعاك. ايه الفرق بيننا وبين ربك؟ على الاقل انت شايفني دلوقتي، لكن ما تقدرش تشوف ربك. ولسه ما كملش كلامه لان حد سحبه على الزرع واختفى، وسمعنا نفس الصوت اللي كان بيصرخ طالع من بيت الشيخ عواد. عزوز جاب طفله وقال لازم تموت وتتذبح وتكون قربان لله ونشرب كلنا من دمها، وده هيقوي ايماننا لاننا لازم نضحي زي ما سيدنا ابراهيم كان يضحي بابنه اسماعيل. انك تحارب دجال بيستخدم السحر الاسود امر مش سهل، ما بالك لما دجال يستعين بابليس بنفسه واهلك يموتوا عقابا ليك. قصه جنه ابليس ما تروحش في حته، النهارده في عظمه. انا اسمي الشيخ هاني، وكنت بشتغل واعظ ديني، بمعنى افهم الناس الدين كويس، واي حد محتاج حاجه اكون جنبه. وكنت بدي دروس في المسجد وما كنتش بروح في حته، يعني البيت يا المسجد وبس، لحد ما جالي الشيخ ياسين وقال لي ان في عندهم دجال بيتكلم باسم الدين، والمصيبه الاكبر خلى ناس كتير قوي تتبعه. قلت له دجال بيتكلم باسم الدين؟ طب ازاي؟ المشكله مش في كده، المشكله الكبيره ان اي حد بيرفض الانضمام لمجموعته بيعملوا سحر اسود وبيأذيه، واغلبيه الناس اللي بيحصل لها سحر اسود بتموت في الاخر. قلت له ياه ده فاجر قوي، وليه ما حدش في قريتكم بلغ البوليس؟ الشيخ ياسين قال لي طبعا كله خايف يتأذي، قصدي دي شغلته. قلت له لا حول ولا قوه الا بالله. طيب محتاج مني ايه؟ قال لي احتاج ايه؟ احتاج ايه بس غير مساعده منك؟ قلت له انا ساعدكم؟ امال فين الشيخ عواد؟ ده اكبر شيخ في ابو حماد ومن القريه بتاعتكم، ده هو الاول يساعدكم. قال لي الشيخ عواد اتصاب بالسحر الاسود. قلت له ايه؟ طب ازاي؟ انت بتقول ايه يا شيخ ياسين؟ قال لي هو ده اللي خلاني اجي لك واستنجد بيك، انا عارف كويس قوي ان ايمانك قوي وانك بتاع ربنا، وكل الناس بتشهد لك انك انسان ملتزم وعلامه. وقلت له استنى بس، انا عمري في حياتي ما قابلت حد دجال ولا شفت حد ممسوس. الشيخ ياسين قال لي يعني ايه؟ هتسيبنا يا شيخنا؟ هتسيبنا غرقانين؟ بس اذا كان الشيخ عواد العلامه بتاعنا اتصاب بالسحر انا هعمل ايه؟ الشيخ ياسين قال لي انا حاطط امل فيك، ما تسيبناش. وقلت له خير، الله المستعان، ان شاء الله هاجي لكم بالليل. قال لي هو ده العشم يا شيخ هاني، احنا كلنا بنتعلق في قشايه، القريه كلها هتروح. قلت له روح يا شيخ ياسين وهاجي لك بالليل. وحكيت لوالدي على اللي حصل. قال لي استنى، الموضوع غريب قوي، مين اللي مع الدجال اللي يخلي الشيخ عواد يتاثر بالسحر؟ هاني انا شايف انك تروح وتساعدهم، انا واثق فيك وملتزم، وان شاء الله ما فيش حاجه هتصيبك لان ربنا معاك. قلت له خلاص يا والدي على خيرة الله. لقيت امي بتقول لي هاني مش هتروح في حته. قلت لها ليه يا امي؟ قالت لي يعني ايه ليه؟ هتروح غصب عني؟ هتعصيني؟ قلت لها ما اقدرش يا امي، بس ما اقدرش برضه اسيب الناس في محنه زي دي. يا ابني السحر الاسود ده بحره كبير وانت اصلا مالكش في الكلام ده. قلت لها يا امي الناس بتستنجد بيا، تفتكر هسيبهم؟ الحامي ربنا يا امي، وخليكي واثقه فيا، وقبل ما تثقي فيا ثقي في ربنا انه هينجي القريه وهينجيني من اي شر. ان شاء الله هكون كويس واقدر احل مشكله الناس دي. بصيت لي وهي بتعيط وقالت لي ما باليد حيله، اتكل على الله. وفعلا اخدت المصحف بتاعي ورحت اقابل الشيخ ياسين على حسب ميعادنا، لكن استنيته اكتر من ساعه وما جاش. في نفس الوقت الدجال عزوز كان ماسك الشيخ ياسين وكان رابطه على جذع شجره جوه بيته، وعزوز قال له هتامن بكلامي ولا لا؟ الشيخ ياسين قال له خاف ربنا واتقي الله. عزوز قال له انت مش عايز تسمع الكلام، انت بتؤمن بالله ورسوله وانا كمان بؤمن بالله ورسوله يا شيخ ياسين، انا زيك بدعي لنفس العقيده. الشيخ ياسين قال له لا، انت حرفت في القران وعملت تطبعه وتوزعه على اهل القريه غلابه اللي مش فاهمين في الدين حاجه غير انك بتقول احاديث غلط. انت عايز تضل الناس باسم الدين، هي دي غايتك يا عزوز. هنا مساعد الدجال عزوز قال له الشيخ عزوز احنا مصدقينه، عمره ما قال كلمه غلط، كل كلامه صح، ولو خالفته هتموت حالا، احنا بنحذرك. هنا الشيخ ياسين بص في الارض وبلع ريقه. عزوز قال له انت خايف يا شيخ ياسين صح؟ قال له خاف، وخاف ليه؟ انا ما بخافش غير من ربنا، لكن انت عبد زيي، اخاف منك ليه؟ عزوز قال له انت كده خطر على المجموعه، انت لازم تموت، انت كافر. وكل المجموعه
كانت بترمي على الشيخ ياسين بنزين، وهو كان بيكبر وقال لا اله الا الله محمد رسول الله. وفعلا حرقوا الشيخ ياسين ومات، وطلع الدجال عزوز وجمع كل مجموعته. ولا انا كلامي هو الحق، اي حد هيتبعني هيخش الجنه، غير كده هيروح النار في الدنيا وفي الاخره. زي الشيخ ياسين خد جزاؤه في الدنيا ولسه كمان الاخره. انا قادر اشوف مستقبلكم وقادر اشوف انكم معايا في الجنه. وعايز اقول لكم كان عامل لهم غسيل مخ وكل الناس كانت مقتنعه، وانا كل ده مستني الشيخ ياسين بقالي ساعتين. اتصلت بيه وتليفونه قدامي مغلق. بيني وبينكم تعبت وقلت خلاص هروح، ولسه هروح جالي اخو الشيخ ياسين والمساعد بتاع الشيخ ياسين. واخو الشيخ ياسين قال لي يا شيخ هاني احنا اسفين على التاخير، كل ده بندور على الشيخ ياسين ومش لاقيينه. قلت له يعني ايه؟ الشيخ ياسين راح فين؟ مساعد الشيخ ياسين قال لي ان في ناس شافوا مجموعه الدجال عزوز في نفس المكان اللي كان موجود فيه الشيخ ياسين، ومن ساعتها اختفى ومحدش يعرف عنه حاجه. وقلت لهم ازاي؟ يعني ممكن يكونوا اذوه؟ ده كده شيخ منصر مش دجال وبس. اخوه قال لي ما اظنش، الشيخ ياسين مش هديهم فرصه لكده، بس لو قدرنا نحرر الشيخ عواد من اللي هو فيه هنقدر نحمي القريه كلها، مش الشيخ ياسين بس. قلت له انا عندي استعداد اعمل اي حاجه عشان ابعد الشر عن اهل القريه وانقذ الشيخ عواد اللي علمني الدين الصح. اخو الشيخ ياسين قال لي يلا بينا دلوقتي على بيتنا وبكره نروح لبيت الشيخ عواد. قلت له استنى بس، طب والشيخ ياسين اخوك؟ قال لي ما تقلقش الشيخ ياسين هيجي ان شاء الله هيجي. وفعلا رحنا بيت الشيخ ياسين، لكن طول الوقت كنت حاسس بحاجه غريبه، حاسس ان في حد بيراقبني. اخو الشيخ ياسين قال لي هستاذنك يا شيخ هاني اخش اريح ظهري، ولو احتجت اي حاجه نادي عليا ما تتكسفش. وقلت له تمام. وبعد ما دخل قعدت اقرا شويه في المصحف وكبس عليا النوم، وقلت كفايه كده اخش بقى اريح ظهري، ورايا بكره حاجات كتيره قوي لازم تخلص. وانا ماشي رايح على الاوضه سمعت صوت غريب. قلت مين؟ سمعت صوت غريب بيقول ليه ربنا ما خلاش كل الناس مؤمنه؟ سكت وعرفت ان الصوت ده مش صوت بشر، صوت حد من اهل الجن، واكيد هو اللي بيحرك الدجال عزوز. قلت وانت ايه اللي جابك عندي؟ انت اكيد عارف الاجابه، وما ربك بظلام للعبيد. ربنا ما بيظلمش حد، اللي عايز الهدايه ربنا يهديه. بتعرف تتكلم كويس قوي يا شيخ هاني، وعارف عنك كل حاجه، زي انك وحيد وخايف. انا مش وحيد، انا معايا ربنا، مفيش مؤمن بيخاف. احنا كمان قريبين منك ومعاك. ايه الفرق بيننا وبين ربك؟ على الاقل انت شايفني دلوقتي، لكن ما تقدرش تشوف ربك. هنشوفه كلنا باذنه يوم القيامه، مش في الدنيا. هشوفه وانا داخل الجنه. ما تكونش واثق قوي كده، لسه الطريق طويل وهنشوف. والجن ضحك واختفى، وطبعا كان بيختبر ايماني. وسمعت صوت حد بيصرخ بصوت عالي قوي. لقيت اخو الشيخ ياسين طلع من اوضته وقال لي هو في ايه؟ مين بيصرخ كده؟ قلت له مش عارف، بس اللي عارفه لازم نتحرك دلوقتي، في حاجات غريبه بتحصل. قال لي زي ايه؟ في ايه يا شيخ هاني؟ قلت له بعدين ابقى احكي لك. واتصلت بمساعد الشيخ ياسين قلت له تجيلي حالا، وفعلا جالي، وكانت الساعه 3 الفجر. قال لي يا شيخ هاني كان في صوت صريخ عالي قوي، كل القريه سمعته، انت سمعتوه ولا لا؟ هنا بصيت لاخو الشيخ ياسين قلت له يعني مش لوحدنا؟ ما سمعناش الصوت لوحدنا. اخو الشيخ ياسين قال لي يعني ايه؟ مين اللي كان بيصرخ؟ قلت لهم بقول لكم ايه، يلا بينا على بيت الشيخ عواد، مش هنستنى للصبح. وفعلا وصلنا عند بيت الشيخ عواد. اخو الشيخ ياسين قال انا هكلم العمده عشان اعرف ايه اللي بيحصل، ولسه ما كملش كلامه لقينا حد سحبه على الزرع واختفى، وسمعنا نفس الصوت اللي كان بيصرخ طالع من بيت الشيخ عواد. وقلت لمساعد الشيخ ياسين شوف انت اخوه وانا اخش بيت الشيخ عواد اشوف ايه اللي بيحصل. وانا داخل على بيت الشيخ عواد لقيت الباب اتفتح لوحده، واول حاجه عملتها قريت ايه الكرسي. سمعت صوت بيقول ما تضايقنيش، انت ايه اللي جابك هنا؟ ربنا هيعاقبك، انت مصيرك جهنم. لكن ما وقفتش قرايه القران، وسمعت نفس الصوت بيقول انا جن مسلم زيك، ما تاذينيش. ورحت على الاوضه اللي كان بيطلع منها الصوت، لقيت الباب بيتفتح لوحده، ونفس الصوت كان بيقول عذاب جهنم هتشوفه على ايدي. لقيت ايد غريبه على كتفي ووقعت على الارض، ولما قمت وفتحت الباب لقيت الجن في وشي. وقعت على الارض وكنت مخضوض وكنت بستغفر ربنا. سمعت صوت بيقول امشي من هنا. ببص لقيت الشيخ عواد جسمه كله كان ازرق وشكله ما كانش طبيعي. حطيت ايدي على دماغه وكنت بقرا القران، لكن الجن كان بيعافر، وظهر جن كبير قوي كان جاي ناحيتي. ولما قريت ايات معينه لقيت التعبان غير اتجاهه، والشيخ عواد وقع على الارض لكن مات. الشيخ عواد مات. هنا فقدت اللي علمني الدين وثبتني عليه. كنت في صدمه
كنت بعيط وسمعت صوت حد بياكل. ببص لقيت الجن بياكل في جسم الشيخ عواد. قلت لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ده اكلنا والدم شربنا، احنا اقوى مخلوق على الارض. حتى مماليك الفراعنه طلبوا مننا خدمات، ده غير المسلم والمنافق واليهودي والكافر، كله بيلجأ لينا، ومهمتي ان ادخلهم جهنم. لا اله الا الله، انا مش خايف منك. ابليس بتوعد ليك ومش هيسيبك، ما تحاولش تبعد مجموعتي عن ديني، ابليس هيعاقبك. احنا مهمتنا ندل كل واحد عن دينه ونشككه فيه. انا مارد الاقوى من عشائر الجن ومكلف من ابليس للقريه دي. كلكم داخلين جهنم ومفيش مفر، ربنا منتقم الجبار. كلامي خلى المارد يجن جنونه، وكان على هيئه بنت الشيخ عواد، وكان بيدب على الارض بطريقه قويه جدا، وكان بيصرخ وكسر الارض ونزل منها، وسمعنا صراخه بره البيت، وطلعت على طول بره بيت الشيخ عواد، ولقيت بنته مغمى عليها، وببص لقيت اخو الشيخ ياسين جاي ومعاه المساعد بتاعه. قلت له انت بخير؟ كنت فين وايه اللي حصل لك؟ قال انا بخير، بعدين نتكلم، يلا بينا ندخلها البيت. في الوقت ده الدجال عزوز كان بيشرب دم تقربا للمارد. المارد هنا بلغ عزوز ان الشيخ هاني وصل القريه. عزوز اتنرفز وقال هو جه برضه؟ الشيخ هاني جاي ليه؟ جاي عايز ايه؟ وبسرعه الشيخ عزوز لما مجموعته واتحرك. وهنا قلت لبنت الشيخ عواد بعد ما فاقت للاسف اللي كان عايش معاكي ما كانش والدك، ما كانش الشيخ عواد، كان الجن. قالت جن؟ جن ايه يا شيخ هاني؟ ده كان والدي. قلت لها لا، ده كان المارد خادم ابليس اللي بيحرك عزوز اخو الشيخ ياسين. قال لي طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ هندفن الشيخ عواد بس من غير ما حد يعرف، عشان عزوز لو عرف ممكن يعمل حاجه في جثته. وفعلا اتحركنا عشان ندفنه، لكن لقيت حد جاي من بعيد ومعاه عزوه. قال لي انت بقى الشيخ هاني؟ ولا لابس عمامه ولا حاجه؟ امال الشيخ ازاي؟ قلت له الشيخ مش بعمامته، الشيخ بايمانه اللي في قلبه وبدينه. قال لي في حديث عن الرسول بيقول اي حد بيصلي بعمامه بياخد 25 ضعف الاجر. قلت له انت كذاب، ده حديث مكذوب، قول لي عن مين وانا اصدقك. ما تجادلنيش، انا اعلم منك، انا عندي معلومات محدش يعرفها. اتبعني وهعلمك وهحميك. قلت له تحميني؟ تحميني من مين؟ الحام الله، انا ما بخافش يا عزوز من اي حاجه الا من ربنا سبحانه وتعالى. قال لي امشي من القريه، مش بترحب بيك فيها وما ترجعش تاني. وفجاه كل الناس اختفت، جثه الشيخ عواد واخو الشيخ ياسين والمساعد بتاعه، حتى الدجال عزوز والناس اللي كانت معاه. وسمعت صوت الجن بيقول لي انت النهارده جيت مكاني وخلاص، اخترتك تكون من عبادي. الكلام ده مش هيحصل. الناس فين؟ كفايه لعب بعقلي، تعبت. انت عمال تساعد الناس، لكن في الحقيقه انت اللي محتاج مساعده، وانا هساعدك عشان خير. والجن اختفى وغمى عليا. فقت لقيت نفسي رجعت البيت في اوضتي في القريه بتاعتي، وما كنتش فاهم مين وصلني وايه اللي حصل. وفي نفس الوقت عزوز جاب طفله وقال لازم تموت وتتذبح وتكون قربان لله ونشرب كلنا من دمها، وده هيقوي ايماننا لاننا لازم نضحي زي ما سيدنا ابراهيم كان يضحي بابنه اسماعيل. وفعلا ذبحوا البنت ووزعوا دمها للشرب. انا في الوقت ده كنت بحاول افوق، ما كنتش مظبوط، كنت تعبان قوي، كنت حاسس ان بطني بتغلي وعايز ارجع. وفعلا رجعت دم معدود كبير. اتخضيت وقلت ايه اللي بيحصل ده؟ لا اله الا الله. سمعت صوت كوبايات بتتكسر وبتقع من على الترابيزه. ببص لقيت جن ماسك بطني وحدفني بقوه كبيره على الحيطه، والجن رفعني على السقف في ركن الحيطه وقال لي عذابك كبير وبطيء، مش هتقدر تساعد طول ما انا موجود. اختفى ووقعت على الارض. لا، ما كنتش على الارض، كنت واقف في ترعه وظهر الجنيه وقالت لي لو مش هتتبعنا هيكون عقابك سريع. وقلت لها لا، انا مش هتبع الا ربنا وبس. قالت لي اكتر حاجه بتحبها هتموت دلوقتي وهنشوف ساعتها قوه ايمانك بربك. وقلت لها اكتر حاجه بحبها امي. والجنيه اختفت. طلعت بره الترعه بشوف نفسي فين، لقيت نفسي في القريه بتاعتنا لكن بعيد عن البيت شويه. جريت على البيت، لكن لقيت ناس كتير واقفين بره البيت وزي ما يكون في حدث. وعرفت ان امي ماتت. صرخت وقلت لا، امي. في الوقت ده عزوز كان بينتقم من بنت الشيخ عواد
جابها وقال لها هتتبعيني ولا لا؟ قالت له اتبعك ازاي بس؟ انت عايز مني ايه؟ كل اللي عايزه منك مبدئيا انك تسجدي على النجمه الخماسيه، بس عكس القبله، ده غير انك تدوسي على القران وحاجات تانية بسيطه هتعمليها. قالت له انت مجنون، عمري ما هعمل كده، انا لو هموت مش هعمل كده. ما تنساش يا عزوز انا بنت الشيخ عواد، ده كفر، انت اكيد كافر وكمان كذاب، عمال تضحك على الناس بكلام الدين، انت اكيد بتعبد ابليس ما بتعبدش ربنا. قال لها كافر؟ طيب انا هوريك الكفر بعينه. سمح لكل راجل في مجموعته انه يعاشرها، بس على شرط انه يجيب ارنب اسود او ديك يبقى قربان ليه، وطبعا كلهم وافقوا عشان يرضوا الغريزه بتاعتهم، وعزوز يرضي ابليس. ومن صدمه موت امي قررت الانتقام ورحت على قريه الشيخ عزوز، وانا واثق ان المارد السبب في قتل امي. جمعت كل اهل القريه ومن ضمنهم مجموعه عزوز، وبقيت افهمهم انهم دلوقتي في ضلال مبين، وانهم لو اتبعوا عزوز هيخشوا جهنم، لانه اصلا بيعبد الشيطان وبيتكلم باسم الدين عشان يضل الناس، واي حد بيعبد الشيطان بيكون كافر، لان هو ده الشرك بالله. وبقول لكم الكلام ده لان عارف ان عزوز طلب منكم انكم تركعوا له، وعايز اقول لكم ان الركوع ده ما كانش لعزوز، كان لابليس في جسم عزوز. وحضر عزوز وقال للشيخ هاني انا قلت لك قبل كده ما تجيش هنا، انا اعلم منك. قلت له انت كذاب، انت كذاب ودجال. قال لي جرايه يا شيخ هاني، هو انت ما بتتعلمش؟ مش عايز تحرم؟ قلت له لا ما بتعلمش، انا بلغت الشرطه وجايين ياخدوك. قال لي شرطه؟ هو انت مش خايف؟ انت مش خايف من الموت؟ سكت اللحظات وقلت له لا مش خايف. قال لي كذاب، مفيش انسان ما بيخافش من الموت. قلت له بعد موت امي اغلى حاجه في حياتي ما بقتش باقي على حاجه. هنا في حد ضربني من ظهري على دماغي واغمى عليا، ولما فقت لقيت نفسي مش عارف اخده. ببص لقيت نفسي محبوس جوه التابوت ومش عارف اطلع منه. ببص جنبي لقيت حد ميت، والدود في كل مكان. قرأت قرآن وحاولت افتح التابوت واخبط فيه وكان بيفتح حبه حبه. هنا لقيت حد بيمسكني من جسمي كله وكملت قرايه قرآن، لكن جسمي كان بيتعفص، ومن خوفي خبطت في الصندوق بجنون عشان اطلع منه واهرب، والجن اختفى. لكن ساعتها حسيت بهزه قويه في جسمي وكأن عظمي كله بيتكسر. هنا عيني اسودت وجسمي كله زرق، وفي لحظه رجعت البيت تاني. ابويا سمع هبده في اوضتي، جالي جري، لقى شكلي غريب، قال الحقني يا شاكر، اخوك تعبان يا شاكر. هنا اخويا جه قال له ماله يا بابا؟ مال هاني اخويا الكبير يا بابا؟ هاني حصل له ايه؟ قال له مش عارف، شكله غريب يا ابني. هنا شاكر فهم وقرأ القرآن، وانا كنت بقول العذاب ليكم، اتبعوني، لعنة ربنا عليكم، اسمعوا كلامي واتبعوني. اخويا فهم ان انا مش طبيعي وان اللي عندي مس. قلت له محدش يقدر يوقف شري حتى الشيخ هاني. ابويا كان بيعيط، بص لي وقال لي يا ريتك ما رحت القريه ولا ساعدت حد، انت حصل لك مس وامك ماتت، انت بقيت في كرب يا ابني، بقيت في كرب. جريت على ابويا ومسكته وقلت له زي ما مراتك ماتت انت كمان هتموت، ابنك هاني لازم يتبعني ولا يخسر كل حاجه في حياته. وشاكر قرأ سوره البقره. بصيت لشاكر وقلت له كلكم اتخدعتوا مني ولسه هتنخدعوا، كلكم هتخشوا جهنم ومستنيكم عذاب كبير. وعلى طول نزفت دم واغمى عليا. هنا جه عزوز وجماعته، خدوني انا وابويا واخويا، ربطوني بحبل وخدوني على القريه بتاعتهم، وكل اهل القريه كانوا متجمعين. ولقيت عزوز قال عدو الله هاني لازم يتعدم. جروني على الارض وعايزين يودوني مشنقه. ابويا كان بيصرخ وقال لي ما تخافش، ربنا معاك يا ابني، ربنا مش هيسيبك. وقلت لهم انتوا بتعملوا ايه؟ احنا بشر ما ينفعش نأذي بعضنا كده. عزوز قال لي ما تقارنش نفسك بينا، كلامك مش هيفيد، احنا الصفوه. وقلت له يا عزوز انت فاكر ان ابليس هينفعك؟ انت كده ميت. ضربني وقال لي اوعى ترفع راسك وانت بتتكلم معايا، احنا الصفوه، احنا اكتر ناس قريبين لربنا مش انتم. قلت له كلامك غلط يا عزوز، انت اكتر واحد عارف ان اخرتك جهنم. هنا عزوز جاب حجر كبير ورماه على رجلي، قال لي عذابك هو اللي هيمتعني مش موتك. قلت يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. عزوز قال لي مهما تقول هتحس بعذابك، اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. هنا عزوز رفعني على المشنقة ولقيت صوته اتغير. اعبدني واخليك تعيش، انا اللي في ايدي دلوقتي احييك او اموتك. لا اله الا الله،
لا اله الا الله. في نفس الوقت لقيت ابويا جري وكان بيهاجم عزوز، لكن عزوز قتل ابويا بالسكينه. ابويا مات. هنا صرخت من قهرتي وقله حيلتي. هنا ابليس كان في جسم عزوز وقال لي مش هموتك عشان تعرف قد ايه انا كريم وقد ايه انا في ايدي احييك. انا ما موتكش عشان تشوف كل يوم عذاب وقهر، وده عقابك على ايمانك للي انت كنت فاكره ربك وقلت له اعمل اللي تعمله. انا واثق في ربنا انه هينجدني، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. يا رب القصه تكون عجبتكم، ولازم كلنا نعرف ان الوحيد اللي بيحدد مصيرك هو ربنا. لا جن ولا يحزنون، ما لهمش عليك سلطان، كبرهم قوي وسوسه وبس. واي حد لو شاف انها قصه حلوه يعمل منشن لاصحابه، وطبعا اللي عايز يشجعني يعمل شير للقصه.